احنا الميزه اللي عندنا في النادي عندي ان انا ممكن اطلع لاعب وادفع فلوس كمان، مش ان احنا يعني مش مستنيين فلوس من اللاعب. احنا احترافه في الخارج بالنسبه لنا هو ده المكسب الحقيقي. فده سياسه ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه كل اللعيبه يبقى لها فرص في احتراف خارجي ان شاء الله. دي حاجه جميله، ولازم بقى نزورك ان شاء الله في النادي ونجيب كاميرا نصور بقى الولاد دولت نتاج دوري بيبسي هم موجودين على هيك لما يكون عدد كبير بإذن ونشوف الله. تدريباتهم واقامتهم ومذاكرتهم واكلهم وشربهم والكمبيوترايز اللي انتوا شغالين عليه والجو ده كله، عشان الولاد انا بشجع الولاد بتوع المدارس يقبلوا على المسابقه الحلوه دي، يطلع منها نماذج حلوه. مش هنسال ابراهيم حسن قبض كام، مش هنساله، لكن نقول لهم ان شاء الله تبقوا زيه احسن وتاخدوا قرشينات حلوه في يومكم من نتاج هذا الدوري ان شاء الله. باذن الله. اقول لك حاجه الحلقه الجايه ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله يعني احنا اخر تجمع موهوبين كان عندنا يوم من 3 ايام. تمام. الحلقه الجايه هتشوف مجموعه من الولاد سن 12 سنه، يعني في لقطه يمكن عليها دقيقتين. دي مجموعه موهوبين موجودين عند حضرتك اللقطات دي؟ لا، اللي هي الجزء بتاع اللي هي اخر نتاج اللي هم لسه ما لعبوش في ملعب 11 خالص. لسه مختارينهم من 3 ايام مجموعه. انا يعني مش يعني في اكتر من 10 ميسي في الملعب، بكلمك حقيقه. ده الحلقه الجايه ان شاء الله. يعني يا عيني، ده اللي حط جون ده مين بقى؟ ده جون حلو قوي. فوزي سابع، ده الزمالك كان طالبه بقى في نفس اليوم، كان طالب. هات لنا فوزي ده علاء نشوفه تاني. لاعب كويس قوي. ده اشول برضه. اشول من شمال سينا. من شمال سينا. عنده كام سنه؟ عنده 21. 20 قده. هنشوفه حالا دلوقتي، اللي هو حط بشماله من ناحيه الشمال. ده برضه نتاج دوري بيبسي. كل لعيبه الاكاديميه والنادي بيبسي النادي بتاعنا كلهم. ده عبد العاطي يعني برضه في نادي كبير في مصر. انا اللي عاملها الفوزي ده. بص الهدف الحلو ده. ما شاء الله، الجاريه والحطه والقطه والنطه. حاجه لايقه على اللعيبه بتاعتنا. لا حلو، حلو ما شاء الله. لا هدف جميل. ده مؤمن. ده مؤمن اللي جاب الجون ده في انبي برضه. ده مؤمن اللي قال لك زي ما عملتك اعمل غير. ايوه ده هو ده. هو ده. اوكي ما شاء الله، جسمه حلو. لعيب موهوب جميل. لاعب وسط. عنده 20 سنه. هو اللي حط ده. شفت الجون ده كمان؟ ده كان في ده مؤمن برضه. طبعا حلو، جون حلو. لا ما شاء الله ما شاء الله، الحقيقه مجموعه جميله. وده صغيرين بقى جرجس. وده انت ده؟ لا ده فوزي برضه. ده فوزي. اوكي الاشول. ولا جرجس؟ لا ده جرجس. ده جرجس. ده اصغر. ده مواليد 96. ده 96. ده جيل اصغر بقى من. وده الباك كريم عصمت. وده كريم عصمت. ده كان ماسك هنا عمرو زكي. عمرو زكي اهو. اداله واحده وروقه. توفيق يا محمد بيه، وسعداء جدا بلقائك. ونتمنى لك. كنت قول عايز تقول ايه يا ابراهيم؟ كنت اقول ان يعني في لعيبه كتير نفسي يعني ينشافوا كده، وان شاء الله يبقى لهم مستقبل. في جون اسمه مصطفى سليمان. جون كويس. جون كويس قوي، بس ربنا مديله الموهبه ومديله كل حاجه، بس الطول ربنا مش بس بيعوضها بيعمل جامب. هو الولد موهبه. يعني موهبه غير عاديه في حراسه المرمى. غير عاديه. اوكي. بس هو فعلا قصير شويه. لكن سبحان الله ربنا بيديله تعويض عنها. بيعمل جامبات عاليه جدا. يعني انا بيبقى واقف احنا مطمنين بنسبه عاليه جدا ان هو اسد. ما شاء الله. رغم ان هو بقول لك عامل زي كامبس. بالظبط كده. في حراس كتير كده. بالظبط كده. فهو ان شاء الله برضه هنجيب له مره كده كليب تتفرج عليه هنا ضروري. وهتشوف حاجات حلوه كتير. جون كويس. اكيد هنشوف حاجات حلوه ان شاء الله. هو عشان بيحب مصطفى. بس هو في 180 لعيب. بس هو بقى في لعيبه كتير بصراحه. يعني في لعيبه كتير بالذات الصغيرين مواليد 2095 و96. لعيبه كتير قوي بصراحه يعني. وكل واحد بيخلي واحد مثلا الاعلى. يعني مثلا ال 93 لو في واحد من ال 91 يقول له انت مثلا الاعلى، وحابب يتفرج عليهم. لعيبه كويسه يا الله. جميل. قدامنا اهو هنشوف تفاصيل الولاد الصغيرين دول الحلقه الجايه بقى ان شاء الله. هنهتم بالسن ده. دقيقه واحده من اللي هم السن اللي هم لسه جايين دول ما خدوش اي تدريب. دول موهبه بيور خالص، جايين زي ما هم كده. ابتدائي. دي الحلقه الجايه كلها ان شاء الله هتبقى. ده الاستاذ ابراهيم الشابوكشي طبعا وكيل اول وزاره التربيه والتعليم. يعني مجهوده كبير وبيحضر معانا الحقيقه في كل الايفنتات بتاعتنا وحابب جدا المشروع. لا حاجه جميله والله. يعني بحييك يا محمد بيه الحقيقه على الشغل الحلو ده. التحيه الحقيقه للشركه الحقيقه. طبعا اكيد. شركه راعت وصرفت وبتسبورت جامد جدا. صحيح. فالحقيقه لها الاحترام كامله بالنسبه لما بدليل ان كلام كل ابراهيم وهو بيتكلم يقول لك دوري بيبسي. يعني هو عنده الاحساس
ان دول بعد ربنا سبحانه وتعالى ليهم فضل على ساعدوه. ان هو النهارده بقى موجود. وان شاء الله نشوفك يا ابراهيم الفترات اللي جايه تاخد فرصتك مع الفريق الاول وتلعلع، ونجيب لك بقى اللقطات دي واحنا في استاد مصر، نقول هو ده الغلبان ده بقى هو ده. ها توفيق يا ابراهيم ان شاء الله. اشكرك يا محمد بيه، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شكرا. مع دكتور اسماعيل سليم، ولكن بعد الفاصل.